لو انت خدت قرض من البنك او اشتريت عربية عن طريق البنك او اشتريت بيت او اي حاجة عن طريق البنك، وعايز تعرف الدفعة اللي انت هتسددها كل شهر بناء على معدل الفايدة ومدة التسديد. خليكم معايا. معاكم احمد ممدوح. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهلا بكم وحلقة جديدة من قناة احترف اكسل مع ممدوح. النهارده يا جماعه بنتكلم عن داله مهمه جدا، وهي ام تي، وهي ازاي نقدر تساعدنا ان احنا نقدر نحدد الدفعه اللي احنا هنسددها لو خدنا قرض من البنك او اشترينا حاجه عن طريق البنك يعني. فعايزين نعرف الفايده بتمشي ازاي، خاصه ان كل البنوك دلوقتي بتتعامل بالفايده المركبه، والفايده المركبه طبعا لو الموضوع كبير او في مدة طويلة بيبقى فيها صعوبة. حتى الموظف بتاع البنك بياخد وقت فيها عشان يحسب لك انت المفروض هتدفع كام او هتدفع كام طول السنة او الكلام ده كله. وهل بيختلف لو انت دفعت في اول الشهر او في اخر الشهر؟ تعالوا مع بعض نشوف الموضوع دوت بيتم ازاي. اول حاجة انا بيديني ان انا لو خدت قرض مثلا لو خدت قرض مثلا معدل الفايدة بتاعتي 10%. دي معدل الفايدة السنوية. مدة التسديد خلال 10 أشهر. مقدار القرض 100,000 جنيه. طيب، أنا عايز أعرف أنا هدفع كام كل شهر، وعايز أعرف أنا يعني في آخر السنة أو في خلال ال10 شهور أو ال12 أو السنة أو الكلام ده كله هعمل هدفع ازاي، او المبلغ القرض كله هيبقى واقف عليا بكام. اول حاجه بستخدم هنا المعادله بتاعت بي ام تي، بقول بيساوي بي ام تي وبفتح قوس. بلاقيه هنا بيقول لي ايه؟ مديني حاجات. الريت بتاعي اللي هو ال10%، ده معدل فايدة سنوية، يعني 10% في السنة. فأنا هعمل 10% وأقسم على 12. لازم طالما أنا استخدمت دي على 12 يبقى مدة التسديد تبقى بالشهور، يعني لو سنوي أحولها إلى شهور برضو. فهاجي اعمل كده فاصلة، وبيقول لي مدة التسديد اللي هي نت بير دي، فاقول له 10 شهور، واعمل فاصلة كمان، والبريزنت فاليو او القيمة او مقدار القرض، فهقول له ده. الاف في دي هنحط مكانها زيرو دلوقتي، وهنبقى نشرحها مع بعض برضو. هي اختياري، يعني ممكن تحطها وما تحطهاش، بس احنا مش هنحطها وهنقفل القوس بتاعنا وهنقول انتر. فقال لي هنا انت المفروض تدفع 10,464 في الشهر في الشهر. طيب، ازاي بقى اتاكد من الموضوع بتاعي؟ اجي هنا انا مثلا لو جبت الكالكوليتور بتاعتي كده، وجيت هنا قلت مثلا ال10,464.04 في 10 شهور، هيبقى انا هدفع القرض 104,640. 104,640 على 10 شهور، 10,464. لو خلينا ده كده مثلا، عدلنا دي خليناها مثلا 8%، وعندنا معدل ده 8، هيبقى المفروض ان انا هدفع 10,370. طيب، هو طلع لي بالشكل السالب ده كده، فهاجي هنا في المعادلة وهضيف هنا علامة الماينس، بحيث ان هو يطلع لي بالموجب عشان اعرف انا هدفع كام. فكده فهمنا الدنيا ان القرض هيقف عليا، او الدفعة اللي انا هدفعها في خلال ال10 شهور 10,370.
وان الفايدة كلها هتبقى حوالي 3700 جنيه، فهدفعهم خلال 10 شهور فوق الكارد. آه، طيب لو انا دلوقتي بدفع الكارد اول الشهر، هل يختلف معايا الدفعة اللي انا هسددها ولا مش هيختلف؟ تعالوا مع بعض نشوف كده. لو انا جيت هنا عند المعادلة وعملت فاصلة ودوست واحد، انا طبعا لما كتبتش واحد معناها ان انا بدفع القسط كل اخر شهر. طيب لو انا حطيت واحد معناها ان انا بدفع كل اول شهر، فهعمل انتر. طيب هنا كان 10 370، ثواني كده، كان 10 370 ولا كان 10 370. لما بقيت اسدد اول الشهر بقى 10 301. يعني مثلا هنقول ان في 69 جنيه او يعني حوالي 690 جنيه اتوفروا في الدفعة اللي انت هتدفعها لو انت هتدفع مقدم. ففي فرق طبعا لو انت هتدفع مقدم او هتدفع مؤخر. ده كان موضوع حلقتنا النهاردة. ارجو ان يكون الفيديو عجبكم، خاصة الناس اللي بتتعامل مع البنوك وهي ناس ملهاش في المعلومات المالية او الفوائد، ما بتعرفش تحسب الفوائد اللي المفروض تدفعها. وبرضو بالنسبة للناس اللي شغالة في المجال، سواء قرض للشركة، قرض من قرض العملاء، قرض تقدر تحسب الفايدة بكل سهولة وتحسب الدفعات اللي هيتم سدادها. وده كان موضوع حلقتنا النهاردة. ففضلا وليس امرا ما تنسوش دعم القناة بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.